يتلقى الكويتي محمد دحام رايح على الكرة رصيد كم المباراة ومحمد أفشة بلنتي لمصر. أفشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعمر عالمية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في تغطية خاصة لواحدة من أكثر المباريات إثارة في افتتاحية كأس العرب 2025 على أرضية استاد لوسيل، وتحديدا من قلب الدوحة. شاهدنا فصلا جديدا من فصول التنافس الكروي العربي بين منتخب مصر صاحب التاريخ العريق ومنتخب الكويت الأزرق الطموح. مواجهة لم تخضع للحسابات، بل كانت صراعا مفتوحا على كل شبر من الملعب. انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. يتقاسم الفريقان نقاط أولى الجولة في المجموعة الثالثة. طبعا بدأ المنتخب المصري بقيادة المدير الفني حلمي طولان اللقاء بسيطرة واضحة، محاولا فرض إيقاعه بالاعتماد على مزيج من الخبرة والشباب. الفرص كانت حاضرة وأكثرها وضوحا. كانت في الدقيقة 7 عندما تحصل الفرن على ركلة جزاء مستحقة، ولكن هنا كانت الصدمة. عمرو السولية لاعب الوسط أهدر الركلة بتسديدة قوية ذهبت خارج المرمى، ليضيع على مصر فرصة ثمينة لإنهاء الشوط الأول متقدما. والشوط الأول كان يعني نسبة استحواذ 70% المنتخب المصري. وبصراحة يعني أنا من فترة يعني طويلة ما شفتش المنتخب المصري بيلعب بالروح والأداء، رغم ان المنتخب الثاني، ولكن اداء، روح، انتشار. على الجانب الاخر اعتمد الازهر الكويتي على تنظيم الدفاع والمحاولات المرتده، ونجح في الصمود امام الضغط المصري الرهيب لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. نتيجة لم تعكس سيطرة المنتخب المصري على مجريات، ولكن مع بداية الشوط الثاني دخل المنتخب الكويتي بروح قتالية أكبر، وبدأ يهدد مرمى محمد بسام. وفي الدقيقة 64 جاء الرد الكويتي قاسيا، ركلة ركنية نفذت باتقان، ارتقى لها المدافع فهد الهاجري وحولها برأسية قوية سكنت الشباك. هدف مفاجئ أشعل المدرجات ومنح الأزرق تقدما غاليا 1-0 للكويت. بحث المنتخب المصري عن التعديل وزاد الضغط الهجومي، وبالذات بعد التغييرات التي عملها المدير الفني بنزول محمد مجدي أفشة. وفي الدقائق الأخيرة كانت يعني إثارة ما بين المنتخبين، وبالذات من جانب المنتخب المصري، ونزول كريم فؤاد ونزول ميدو جابر. وفي الدقيقة 83 تحول مفصل المباراة، يعني تحول مفصلي في المباراة، ركلة جزاء ثانية لمصر بعد خطأ من الحارس الكويتي الذي ترقى على آثارها البطاقة الحمراء وتولى، يعني كان عنده انذار وخد انذار ثاني فطرد. وتولى محمد مجدي أفشة المهمة بنجاح ساحق، تسديدة قوية وذكية في الشباك معلنا هدف التعادل 1-1. يعني تعادل مستحق. بعد لحظات المنتخب المصري هجمات على دفاع الكويت ومرمى الكويت، وانتهت القمة العربية بالتعادل الإيجابي 1-1، وهي نتيجة ترضي طموح الكويت الذي خطف نقطة ثمينة. يعني تعادل بطعم الفوز للكويت، ولكن تعادل بطعم الخسارة لمنتخب مصر. تقاسم الفريقين المباراة نقطة لكل منهما.